المركز الأول في دولة هي سلة الغذاء في العالم العربي. تتوقعوا في أي بلد المركز الأول؟ فيها من أكثر الجمعيات والنوادي التطوعية في العالم العربي، وهي السودان. نادي ظلال الرحمة. الجميل في هذا النادي عدة أمور. أكبر ميزة في هذا النادي الاستمرارية والاستدامة. دائما من أهم عناصر تقييم النوادي أنها مو مجرد هبقة شباب تحمسوا فتحوا نادي اشتغلوا سنة بعدين فرطت الحكاية. نادي صار له 11 سنة شغال من عام 2004 تقريبا. من أهم مشاريعهم الحقيقة، وكانت جزء كبير من تقييم النادي، مشروع أنر دربي، وهو مشروع يقوم به بإعادة تدوير الكتب المدرسية ويعيد ترميم وهيكلة المدارس بشكل عام. وقاموا بإعادة ترميم 18 مدرسة، والشباب بنفسهم هم اللي بيشتغلوا في إعادة الترميم، وهذا كمان يحسب لهم الاهتمام في موضوع التعليم. المركز الأول. مين يعرف يسوي؟ مين حيسوي العمة؟ هاي لحظة بس أول نفهم كم طول هذه. الله أكبر. ودي وريني كيف. هذه طويلة. كم متر هذه؟ تقريبا 4 متر. 4 متر كلها تحطها هنا. السلام عليكم، كيف الحال؟ أنا داير أساعد. داير نساعد احنا. عرفتوني أنا جاي متنكر. أربط لك أنا ما يهمني أربط على طول أنا. ما شاء الله. كم شاب مشارك؟ متطوعين حوالي 120 متطوع من البنات وأولاد إن شاء الله. 120 متطوع ما شاء الله. أنتوا كم عمر الجمعية؟ 11 سنة. أيوه هذه واحدة من الأسرار. عشان كذا أنا هنا. عشان عمركم 11 سنة على عمر خواطر. 11 سنة. 11 سنة خواطر، 11 سنة ظلال الرحمة. أنتم كنتوا شاركتوا في مسابقة خواطر. أحد من طرفكم قدم على مسابقة سويناها للأندية التطوعية حول العالم العربي من 4 أشهر تقريبا، فأنتم كنتوا من ال10 الأوائل. وبرضو ال10 كان لازم نرتبهم. فتوقعوا تركيبكم كم؟ ترتيبنا يمكن يكون الخامس. اخترت في النص. نعم. خير الأمور أوسطها. نعم. فأنتوا طلعتوا المركز الأول. يا شباب يعطيكم العافية. ما صار شيء. ده المفروض احتفال مو نقبل. نسأل ربنا سبحانه وتعالى يتقبل ويجعل العمل خالص لوجه الله. آمين. لا فيه من ولا فيه أذى ولا فيه رياء. اللهم اجعله خالصا لوجهك. اللهم اجعله خالصا لوجهك. آمين. نسأل ربنا سبحانه وتعالى يتقبل، وطالما الناس شافت أكيد ربنا شاف. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى يتقبل إن شاء الله ويجعله في ميزان حسنات الجميع ويجعله في ميزان حسناتكم إن شاء الله. آمين آمين. حبيبي. طبعا الشباب تأثروا أكثر منكم، دموع هناك وبعدين مع الاستمرارية كان في الرسم البياني تصاعدي في الأعمال الخيرية حقتكم، والمدارس كنتوا بتشتغلوا بنفسكم في إعادة الترميم، يعني مو بتجيبوا عمال أو كذا، فبنفس المتطوعين هم. أنت موافقة على النظرية دي؟ أكيد. فكلها عوامل. والحقيقة لاحظنا أن السودان من أكثر البلاد اللي فيها تطوع على مستوى الشباب، البلاد العربية، ولكن تطوع بدون ظهور إعلامي كبير، وهذه ميزة. فجينا احنا الحين خربنا لكم الميزة دي. اليوم قضينا على الميزة دي الحمد لله. فألف مبروك ويعطيكم العافية. أنا داير أقول لكم شنو؟ داير أقول لكم ممتاز. شكرا يعطيكم العافية. ظلال الرحمة، إصلاح للذات، إعمار للأرض، السودان. الله أكبر.
في بلاد